فالنسيا حالة انفرادية خطيرة. شوف عدد الفرص اللي كانت قريبة من فالنسيا. هذه الركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء بالراس مانغالا. هدف أول لفالنسيا. مانغالا يرتقي فوق الجميع. ضربة راسية رائعة لمانغالا في شباك برشلونة. يفعلها فالنسيا، يسجل هدف أول في هذه القمة. يا له من ارتقاء ويا لها من ضربة راسية. شوفها من مانغالا. اسمر يا اسمراني، مين أسك علي؟ كان في مراقبة مدافعي برشلونة فلت من بينهم. أي راسية قوية وأي هدف وأي تقدم للخفافيش أمام برشلونة في كامب نو. صداع يعود إلى برشلونة مرة أخرى. صداع في الكامب نو مع هذا التقدم لفالنسيا اللي عرف كيف يدافع عن مرماه وبعد ذلك استغل واحدة من الفرص المتاحة. برشلونة 0 فالنسيا هدف في كامب نو. 30 دقيقة ينهض فالنسيا بقوة، ينفض غبار الماضي. دييغو ألفيس إبعادها بعد ذلك رمية جانبية لنيمار. برشلونة يواصل هجومه ممتازة من نيمار داخل منطقة الجزاء. لويزيتو يا عيني يا سواريز. التعادل جاكم بالتعادل. سواريز يسجل. الله على الكرة. نيمار يعمل لك اسيست من رمية جانبية. تريد ان تشاهد لاول مرة في حياتك اسيست من رمية جانبية. شوفها مع نيمار اليوم، شوفها مع نيمار اليوم، شوفها مع برشلونة وشوفها مع سواريز داخل منطقة الجزاء. لا يضيع الكثير بل يقسو الكثير على المنافسين، يقسو كثيرا على حراس المرمى. سواريز في الزاوية البعيدة وعودة مهمة لبرشلونة قبل نهاية الشوط ب10 دقائق. وليمر وليعدى وتسديدة صدمت في الدفاع. انتفاضة الفريقين. ميسي يلعب الكرة طويلة باتجاه سواريز مع مانغالا. سواريز مر وضاعت من سواريز وبعد ذلك طارد على مانغالا. طارد على مانغالا، انذار ثاني وطارد لأنه عاق تحرك سواريز. يا الله يا لويزيتو، ماذا تفعل اليوم؟ جنن دفاع فالنسيا وجنن المشجعين وجنن المعلق. سواريز من لا شيء يفعل لك أشياء. يا له من مرور، يا له من تحرك. ذهب مانغالا بعيدا أدراج الرياح. توقف يا سواريز، أرجوك من أجلي توقف يا سواريز. قالها مانغالا، قال اذهب بعيدا عني يا مانغالا، نريد الليغا. دييغو ألفيس أمام ليو، سبق وأن صد كرة أمام ليو لكنه أكثر من تلقى أهداف كحارس مرمى من ليو. ألفيس الحارس الأكثر تصديا لركلات الجزاء في تاريخ الليغا. يقول بالنسبة لي ركلات الجزاء بمثابة حرب نفسية وذهنية بين حارس المرمى واللاعب. اليوم حرب والآن حرب بينه وبين ميسي على ركلة جزاء. ليو من أجل قلب النتيجة على فالنسيا، دييغو من أجل إبقاء فالنسيا في كامب نو. ليو يلعبها في المرمى. دييغو مين يا عمي؟ دييغو مين؟ هذا ليو. هدف ثاني لبرشلونة من علامة الجزاء. هدف ثاني لليو من علامة الجزاء وقلب النتيجة في شوط واحد. وبعد ذلك بالتأكيد هنالك حالة طرد على فالنسيا وتغير أو تتغير الكثير من الأشياء. وين حطها ليو؟ ذهب الفيس رجال زاوية، ولأن ليو يعرف كيف يدير الحرب، حرب الملاعب وعلى أرضية المستطيل الأخضر، فإنه خير من يقدم الخدع في الحرب. خدعة ليو وضعها في وسط المرمى ليذهب دييغو إلى لا شيء هنالك في الجهة اليسرى ويسجل ليو من علامة الجزاء. الشيء اللي قد يؤثر على وضعية المباراة، قد يؤثر على هذه النتيجة وقد يجعل مهمة صعبة. ليس بعد وهذه كرة يا إلهي.
عفوا يا فالنسيا، لم نستسلم بعد، لم نخسر بعد، لم نرمي المنديل بعد. يا لها من كورة، يا له من عمل جماعي، ويا لها من لمسة رائعة. شوفها شوفها شوفها، شوف الكرة الجميلة من المتقدم هنالك غايا. منير يسجل، منير في مرمى برشلونة يسجل. يحترم كامب نو ولا يحتفل، لكنه يكويهم في لقطة قاتلة من الشوط الأول آخر أحداثه ليجعل الأمور مثيرة في شوطها الثاني. 4 أهداف، حالة طرد، ركلة جزاء، إثارة وفرص كثيرة. مباراة كبيرة وتحتاج إلى روح كبيرة. إنه يتحدث مع زملائه، لابد أن نكون أقوياء اليوم، لابد أن نثبت في وجه برشلونة. ركنية نحو القائم الثاني على الطائر، قوية صدمت في الدفاع، وبعد ذلك إبعادها نحو ماسيرانو. بينية لليو داخل منطقة الجزاء، ميسي يلعبها. الثاني لليو، الثالث لبرشلونة. خرافي ليو، خرافي، مثل اليوم في، مثل اليوم في. الله على الكرة يا ميسي، يا لها من ضربة قوية. هدف ثالث لبرشلونة. فشل دييغو هذه المرة، صد كرة لنيمار ماسيرانو، ليو مرة وتسديدة لوهلة قوية في زاوية ضيقة، في زاوية ضيقة. يبحث عن الشيء الصعب وينجح في الحصول عليه، ويجعلنا نستغرب ونضرب، أو نقول يصيبنا حالة من الجنون على كيفية تمركزه وكيفية تفكيره وكيفية ضربة وتسديدته وأهدافه. هدف في زاوية ضيقة صعبة على دييغو. ميسي يسجل، برشلونة يقلب النتيجة عن طريق اليوم. فرحة في كامب نو بعد تمريرة رائعة من باريخو. لمسة بعد ذلك على جهة اليمين، بقى يبحث عن كرة عرضية لمصلحة فالنسيا، ولكن الإبعاد من جانب بيكي. في اللحظة الأخيرة تصل عند نيمار. داني باريخو في التغطية، نيمار وباريخو. نيمار يحاول مرور، ينتظر مساندة أكبر، يحافظ على كرته، لا يخشى أحدا، يمر من المدافعين، يتلاعب بالمدافعين، ينطلق داخل منطقة الجزاء. الرابع يا نيمار، الرابع لبرشلونة، لا يخشى أحدا نيمار. 1 و2 على نيمار، عدى منهم وأجمل أسيست. جميلة اللقطة الأخيرة والرابع لبرشلونة، منتهى الإبهار. أسيست عالي آخر جميل من نيمار. رباعية لبرشلونة في مرمى فالنسيا، خلصوا عليهم في هذه اللقطة. 1 و2، لكن نيمار عدى. نظرة إلى غوميز، تعال يا غوميز، تريد أن تسجل بهدف تفتخر فيه لسنوات، تعال وسجل، سجل لبرشلونة ويبقى هذا الهدف في ذاكرتك. هدف لمصلحة برشلونة، هدف رابع في مرمى فالنسيا. أندري غوميز يسجل بعد تحرك جميل في مرمى فريقه السابق، والأمور تقريبا حسمت في هذه اللقطة اللي أكد فيها برشلونة فوز على الخفافيش. هدف رابع، نتيجة أصبحت قاسية على فالنسيا في مباراة الليلة. رباعية لبرشلونة، عودة إلى